السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نشارك معكم لي نيم او لي سيجار معمرين بالكفته والروز ولي زيبينار. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، صراحه كتجي زوينه بزاف. عندي الكفته، بالنسبه للكفته انا عندي كيلو لاروب، تقريبا كيلو لاروب، وعندي نص كيلو ديال لي زيبينار بعد ما غسلتهم مزيان درتهم في الشبكه كيتسقطروا. وعندي نص كيلو ديال البصله مقطعه على شكل رقيق. عندي 4 او 5 حبات الفرماج ساندويتش، 3 البورويات يعني 3 ديال حبات البورو. بالنسبه للعطريه عندي شويه الهريسه، شويه الخرقوم، بزار، شويه سكينجبير والتحميره، شويه الملحه، ونحتاج صلصه الصوجا. عندي ربعه ديال الروز اللي غنسلقها في الماء، نديرها مع شويه الملح ونخليها حتى تسلق ويطيب مزيان. غناخذ مقيله غندير فيها شويه الزيت، وغندير فيها البصله والبورو يتشحروا مزيان حتى كيعطيوني واحد اللون ذهبي. نزيد عليهم شويه ديال الملحه ونخلي ديك البصله حتى كتنزل وكتعطي داك اللون الذهبي. ونحطها يعني جانبا. اول حاجه غناخذ الكفته، نزيد عليها العطريه، نزيد عليها تقريبا هنا 2 معالق ديال التحميره، نزيد عليها نص معلقه ديال الابزار، شويه الخرقوم، اللي كيبغي الحار يقدر يزيد شويه الهريسه. انا عندي هنا 4 معالق ديال الهريسه. نزيد عليهم الملح، انا ما كنكثروش من الملح حقاش صلصه الصوجا عندنا مالحه، يعني كندير غير شويه. بالنسبه للصلصه غندير 3 المعالق صغار. نحاول نخلط هاد الخليط مع هاد العطريه اللي تبلتو بها، نخلط مزيان حتى كتدخل ديك العطريه في الكفته مزيان. غنزيد عليهم شويه ديال الزيت، تقريبا واحد ثلث كاس ديال الزيت. نخلط الخليط مزيان وناخذ شويه ديال الزبده، يعني تقريبا واحد المعلقه ديال الزبده تنديرها في المقله. تنزيد عليهم داك لي زيبينار حتى كيتشحروا مزيان. بالنسبه للبصله هي وجدات، يعني ذهب لينا اللون ديالها. نزيد على لي زيبينار شويه د الملحه، شويه الابزار، شويه التحميره، كتشحرهم مزيان في ديك الزبده يعني حتى كيوليو رطبين. بعد ما طابوا لنا لي زيبينار كنبقى نحرك مزيان بالمعلقه حتى كتفتت وتتبدا طيب، يعني ما كتكملش الطياب ديالها. كنزيد عليها لي زيبينار والبصله والبورو اللي شحرنا في الزيت. ضروري كنبقاو نحركو مزيان باش كتدخل ديك يعني الكفته مع البورو مع لي زيبينار. كنزيد عليهم شويه صلصه الصوجا
باش كتجينا داك المذاق يعني باين ديال الصلصه. من بعد ناخذ اناء ندير فيه الكفته اللي طيبت ودوك المكونات، وغنزيد عليهم الفرماج ديال الساندويتش. انا عندي 5 ديال المربعات، كنبدا نحرك بالمعلقه مزيان حتى كيذوب لينا داك الفرماج. يعني هنا مباشره بعد ما طابت الكفته، يعني باقا سخونه، تندير فيها الفرماج وكنبدا نحركو مزيان بالمعلقه باش كيذوب لينا دغيا دغيا. من بعد ناخذ شبكه ولا صفايه وندير فيها هذا الخليط ونخليه يتسقر مزيان، وتبقى فيه حتى نقطه ديال الماء باش ما يخسرش لينا الورقه ديال البسطيله. من بعد نزيد عليهم شويه ديال نزيد عليهم الرز اللي طيبته مع الملحه وخليته حتى هو تصفى مزيان. كنخلطو مع هاد العناصر. صراحه هاد لينيم كيجيو زوينين بزاف، كنتمنى تجربوهم. طريقه سهله وكيتحضروا حتى دغيا دغيا، يعني ما كيشدوش لينا من الوقت بزاف. من بعد ندهن سطح العمل بالزيت باش كتجينا ديك الورقه مقرمشه. كيتشكل منهم لي سيجار او لي نيم. كتشوفوا كنتنيو الورقه كنديروا حشوه الوسط وتتنيو الورقه مع الجناب، وتنبداو نلويو على هذه الطريقه. طريقه جد سهله. غنستمر بنفس الشكل حتى نكمل يعني الورقه اللي عندي. بالنسبه للورقه انا عندي كيلو د الورقه، يعني هذا الخليط هز ليا كيلو د الورقه. دائما الجهه الحرشه ديال الورقه كنديروها من الفوق، والجهه اللي كتكون رطبه نديروها من التحت باش كتجينا ديك البسيطله او لي سيجار كيجيونا يعني مقرمشين وكيجيو زوينين. ديال الطريقه يعني ديال الورقه ضروري الجهه الرطبه تكون من التحت. غنستمر بنفس الشكل حتى نكمل الورقه اللي عندي. ضروري نبقاو ندهنوا الورقه. داو سر التقرميشه ديال البسيطلات او لي سيجار او البريوات، ضروري ما كندهنوا الورقه بالزيت باش كتعطينا ديك القرمشه. كتشوفوا كملت الورقه اللي عندي وعطاتني هاد الكميه ديال لي سيجار اللي في هذا الشكل. ندخلهم المجمد. صراحه كيجيو